ابني بقى الكبير لقيته واخد جنب كده وزعلان قوي. فبقول له مالك انت زعلان ليه؟ انا قلت بصراحة ممكن يكون علشان الامتحان. قلت له ما تخافش، خليها ايه، خليها على ربنا. انت طول ما انت بتذاكر وبتعمل اللي عليك ما تخافش. خلاص ربنا ان شاء الله هيبقى معاك وباذن الله هينجحك. المهم راح بصلي كده بصة غريبة قوي، وانا استغربت من بصته. لانه قال لي انا مش قلقان بسبب الامتحانات. قلت له امال في ايه؟ قال لي ما فيش، يعني انت يا ماما مش عارفة؟ قلت له امال انا جايه بسالك ليه يا حبيبي؟ ما انا جايه بسالك عشان انا مش عارفه. قام قال لي لا خلاص خلاص ما فيش حاجه يا ماما. قلت له طب بس قول لي ايه اللي مضايقك؟ انت متخانق مع حد من زمايلك؟ قال لي لا. المهم قلت له طب قول لي بس في ايه. المهم ان انا باخد الكلمه منه بالعافيه، يعني هو اصلا مش عايز يتكلم. فين وفين بقى رحت طلعت كده وجايه ببص في الموبايل لقيت عيد ميلاده، وزعل مني قوي ان انا ما عملتلوش حاجه، وانا مش عارفه اصالحه ازاي وزعل.